لو عايز تراقب اي حد على الواتس، تقدر عن طريق واتس سين تراقب اي حد. تطبيق واتس سين متتبع اخر ظهور، محمله اكتر من مليون مستخدم. وظيفة التطبيق باختصار هو انك بتحط اي رقم انت عايز تراقبه على التطبيق دوت، وبتقول ان انا عايز اراقب الرقم دوت، سواء بقى ابنك مثلا او بنتك، فانت عايز تطمن عليهم ان هم ما بيسهروش بالليل، ما بيروحوا الدروس وهكذا. فبنتك مش متعرفة على حد وبتكلمه كلام زي كده، هتعرف لانه بيجيب لك ابنك قاعد على النت قد ايه النهارده، او بنتك قاعدة قد ايه على النت النهارده، كانت فاتحه اونلاين الساعه كذا، كانت قفلت الساعه كذا. كل ده واكتر. كمان لو انت عندك موظفين وعايز تعرف الموظفين دول شغالين في الشركة بتاعتك، بيقوموا بوظيفتهم ولا لا، بيضيعوا وقت الشركة في واتساب والرسائل ودردشة ولا لا. كل ده برضو عن طريق انك تحط رقم الناس ديت على التطبيق. التطبيق دوت مفروض ان هو بيعملك الوظيفة ديت بشكل اسبوعي وبشكل شهري. يعني هيقول لك مثلا الموظفة الفلانية دي قعدت الشهر دوت اكتر من 15 ساعة على الواتساب في اوقات العمل الرسمية للشركة، وانت عندك ظاهر لك ان هي ظهرت قاعدة على الواتس طول الوقت ده، تخصم لها فورا. بنتك بقى سهرانة طول الليل بتكلم حد وبالساعتين والتلاتة على الواتساب، يبقى انت تاخد بالك من بنتك، لكن هو مش بيتابع رسائل ولا بيعرف لك رسائل ولا بيقول لك قالت له ايه وقال لها ايه والكلام ده كله. هو بيساعدك انك تعرف مين اونلاين ومين اوفلاين، وفتح امتى وقفل امتى، حتى لو عامل لك اخفاء ظهور. التطبيق ده بقى تقييماته ايه؟ التطبيق ده زي الزفت. التطبيق دوت لازم تدفع اشتراك، ولما تدفع الاشتراك حتى ما بيفعلش، مبقاش شغال مع الناس. فنصيحة مني ما تحملش تطبيق. في تطبيق لاست سين ممكن يبقى احسن منه. في ناس بتبقى مشترية تقييمات. لو انت مش مصدقني ممكن تجرب بنفسك. شير ولايك وسبسكرايب. لو قالك في تجربة مجانية، تعرف ان هو هتدخل رقم الفيزا يسحب منك الاشتراك تلقائي، ويديك اول 3 ايام فري يا معلم.